السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا نعمل الكمبوت. الايام دي الفاكهة حلوة جدا في السوق. فاكهة الصيف كتيرة، هنعمل منها اشكال كتيرة. اللي انتوا حابينه هتعملوه. انا النهاردة هعمل كمبوت الكنتالوب. عايزة تعملي خوخ تمام، عايزة تعملي مشمش، عايزة تعملي تفاح، اي حاجة هتتعمل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هينفعنا في التورته، في الجاتو، تزويق الحلويات، وممكن يتاكل كمان كده ساقع حلو جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبت الكنتالوب بتاعي او الشهد، زي ما بنقول عليه في مصر. تمام، جبته قشرته حلو جدا وشلت البذر منه. تمام كده. هقطعه دلوقتي وهقول لكم هنقطعه ازاي. هحتاج على الكمبوت بتاعي ده، هحتاج كوبايه سكر كبيره. تمام، كوبايه سكر كبيره على كوبايتين ميه كبار. تمام، وهنحتاج عصره ليمونه. هنبتدي بايه بقى؟ الاول هعمل الشربات بتاعه علشان لغايه ما اقطعه. هحط كوبايه السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايتين الميه، كده حطيت السكر والميه. هعصر عليها عصره الليمونه كلها. تمام، وهرفعها على النار، هحطها تغلي قد 5 دقايق كده. زي ايه؟ انا عايزاها يبقى زي شربات البسبوسه. تمام، خفيف. هحطه على النار لغايه ما اقطع الكنتالوب، وهوريكم احنا قطعناه ازاي. كده قطعت الكمبوت بتاعي او الكنتالوب. بصوا، شرايح لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، شرايح صغيره كده علشان تبقى زي ايه، زي اللي بتبقى محطوطه على التورتات او الجاتوهات. تمام، الشربات بتاعي على النار بيغلي مده 5 دقايق، ويلا بينا بقى هقول لكم على الخطوه الجايه هنعمل ايه. كده جهزت الكمبوت بتاعي او الكنتالوب، وهنا حاطه الشربات بتاعي غلي خلاص. هبتدي انزل فيه الكمبوت بتاعي ده كله، وهخليه يغلي 5 دقايق، غلوة واحدة بس. احنا غليناه الاول 5 دقايق، هخليه يغلي غلوة واحدة بس، واقفل عليه واغطيه، وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. كده الكمبوت بتاعي جاهز. بعد الغليان على طول اول غلوة هسيبه يغلي اول غلوة، واروح قافله عليه واغطي عليه. بصوا بقى بالمنظر ده، لا مهري ولا مستوي قوي. تمام، في المرحله دي بقى جبت البرطمانات بتاعتي، معقماها حلو جدا، ميه مغليه وخل، ونشفتها حلو جدا. تمام، هبتدي بقى احط فيها بسم الله الرحمن الرحيم الكمبوت بتاعي بالميه بتاعته بكله. كده حطيت الكمبوت بتاعي في البرطمان، هو لسه سخن، هسيبه يهدى خالص واغطيه واحطه في التلاجة. تمام، الليمون عندي هنا مادة حافظة، وعشان ما يخليش الكمبوت بتاعي يسمر او الفاكهة بتاعتي تسمر. عايزة تعملي بقى تفاح تمام، خوخ تمام، اي فاكهة تحبيها اعمليها وخزنيها، هتقعد معاكي في التلاجة فترة طويلة جدا، للتورتات، للجاتوهات، لتزيين اي حلويات. تمام، بس التفاح والخوخ والكلام ده بنقشر برضو القشر بتاعه وبنقسمه نصين وبنخليه نصين بحاله. تمام، التفاح بنقطعه شرايح زي كده. ده الكنتالوب بتاعنا، عايزه اقول لكم بيبقى طعمه خطير جدا، شبيه للاناناس. طبعا الاناناس غالي، عايزه تعمليه اناناس هتعمليه بنفس الطريقه، بنقشره ونقطعه بنفس الطريقه. تمام، نغطي الشربات بتاعنا او الميه بتاعتنا تبقى طالعه فوق الفاكهه بتاعتنا كده، ونغطيه ويبرد ونحطه في التلاجة. وممكن نطلع منه ناكل منه كده ساقع، يبقى خطير جدا. جربوه بالطريقة دي، سهل وبسيط، مش مكلف، ما بياخدش وقت ولا مجهود. ان شاء الله يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.